هو انا لو جيت المانيا هقدر اكون صداقات وهعمل صحوبيه وكده؟ بص، هو للاسف الشعب الالماني مش شعب اجتماعي خالص، وكون ان هو اصلا يصاحب حد ده بالذات اجنبي ده بيبقى صعب. آه، الموضوع بيبقى محتاج فترة طويلة وثقة، وهو عشان الألماني مثلا يديك الثقة ديت لازم تكون قعدت معاه فترة كبيرة قوي، وعرفك شخصيا وعرف شخصيتك على ايه. علشان كده صعب ان انت تعمل علاقة او علاقة صحوبية او صداقة مع حد، لان هم هنا شعب متحفظ جدا، حتى لدرجة رقم تليفونه، يعني رقم تليفونه ده اللي هو اداهولك يبقى انت كده شخص قريب منه جدا. فهو يعني بس هو كشعب محترم، الشعب الألماني شعب محترم جدا، بيحترم ثقافتك وبيحترم عاداتك وتقاليدك لو انت مش هتضره طبعا، ولو انت مش هتأذيه او هتيجي عليه. يعني الشعب الألماني شعب محترم، ولكن شعب متحفظ ومش اجتماعي مع الأجانب للأسف. طبعا في اختلافات، انا مش بعمم لان نظرية التعميم اصلا غلط، ولكن انا ليا اصحاب المان وليا اصدقاء المان طبعا، ولكن بعد فتره كبيره بقينا نقدر نخرج مع بعض، نقدر ان احنا نتكلم مع بعض، اقدر ان انا اخد رقم تليفونه اكلمه كده بس. هو ده عموما يعني ثقافه الشعب الالماني، طبعا ثقافه كبيره ما اقدرش اشرحها لك في فيديو، لازم انت تيجي تتعامل، لان انت لما بتيجي وبتدرس اصلا اللغه الالمانيه انت بتدرس ثقافه شعب مش لغه بس. فالموضوع الاجتماعيات صعب شوية بالذات مع الألمان، يعني إلا أنت إذا بقى تيجي بقى تشوف العرب بقى، وإن أنت تشوف جنسياتك إن أنت تتعامل معاهم وخلاص وتقبل بالأمر ده بس. بالتوفيق إن شاء الله.